بيناتنا دركا دي بيلوندية. ضربة جزاء شرعية لا غبار عليها. باينه صحيح. السياسه راكبه فوق تراند وتحكي على ريال مدريد، بعدين يقولوا الريال مع تشابي الونسو بدون مستوى، وانا اليوم جيت مبين لك بلي ريال مدريد مع تشابي الونسو في الطريق الصحيح وراح يخالف كل التوقعات. اهم حاجه كان يركز عليها تشابي الونسو هي الضغط العالي اللي كان يطبقوا على مارسيليا في كل خروج بالكره. كان تركز معايا هنا تشوف بلي كل لاعب من ريال مدريد عامل رقابه لصيق على كل لاعب من فريق مارسيليا. شوف لي هنا لي جوار تاع ريال مدريد كيف ما قافلين كل زوايا التمرير على فريق مارسيليا، تفهم بلي مارسيليا مستحيل تقدر تخرج بالكره عن طريق التمريرات القصيره في وسط الميدان. هنا ايمرسون ما لقى حتى حل يخرج بالبالون، عاود رجع الكره للخلف وخلى دفاع مارسيليا في حاله ضغط. ماستانتونو اللي كان يطبق في ضغط رهيب على المدافع يستنى منه اي غلطه، قدر يسرق البالون يصنع اول فرصه خطيره لريال مدريد. نفس اللقطه تتعاود، ريال مدريد مطبق ضغط كبير على فريق مارسيليا، الحاجه اللي حتخلي مارسيليا يفقد الكره في مناطق حساسه من الملعب. ريال مدريد بكل سهوله يسترجع الكره ويصنع بها فرص خطيره. شوفوا كيليان مبابي متمركز قبل خط التسلل وعامل طالب للكره من رودريغو في هذه المنطقه، اللي في لحظه استلام كيليان مبابي للكره حق عليه هذا المدافع ويطبق عليه رقابه لصيقه. هنا كيليان مبابي يضرب فيك شوت تسديده مزيفه ناحيه المرمى، الله مشت في جهه كيليان مبابي في جهه فونسير في مهب الريال، بصح التوفيق ما كانش مع كيليان مبابي. وهنا نجيو مع العمل التكتيكي تاع تشابي الونسو مع ريال مدريد اللي كيما برشلونه ولا يستخدم في لاعب محط ولا كيما نقولوا لينك اب بلاير توميني عن طريق لاعب المحطه اردا جولر، يعمل بري اسيست رودريغو كان اوريدي موجد المساحه وعنده مساحه كبيره يستغلها، خرج في وضعيه واحد ضد واحد خلى فريق مارسيليا يعمل خطا داخل منطقه الجزاء ويجي الهدف الاول تاع ريال مدريد بفضل عمل تكتيكي بحت. ضفت مارسيليا حسب رايي انا كان خطا مشترك ما بين هويسن واردا جولر. هويسن هنا اختار اسوء خيار للتمرير هو اردا جولر، غلطه هنا تاع اردا جولر انه ما ملش مسح بصري. جرينوود هنا كان في اللورشون فيزيال ولا خارج مجال بصري اردا جولر اللي تفاجأ بالضغط العالي اللي تعمل عليه عن طريق جرينوود اللي سرق له الكره بكل سهوله وحولها لهجمه مرتده. هنا نشوفوا نقطه ضعف دفاع ريال مدريد اللي هو سوء التعامل مع المرتدات، ونشوفوا هذا المهاجم ويا خلى كل دفاع ريال مدريد مركز على حمل الكره من الفلانك وخرج لهذه المنطقه وحده بدون اي رقابه دفاعيه من ريال مدريد ويجبد مع كورتوا ويضرب ريال مدريد باللول. لو كان تركز معايا هنا تشوف باللي انحياز ريال مدريد كان كله على جهه فينيسيوس، والحاجه اللي حتخلينا نلاحظوا بلي عدد كبير من لاعبين ريال مدريد في منطقه واحده، وهذا الشيء اللي راح يسبب صعوبه في الرقابه الدفاعيه لمارسيليا. تفرج لي مليح مع هذه اللقطه التكتيكيه، فين يمد الكره لشاوميني طلع سريع على منطقه العمليات، مبابي يعمل لابيل دوبار، الحاجه اللي حتخلي هذا المدافع يتقدم ناحيه كيليان مبابي خلي مساحه في ظهره كبيره لفينيسيوس، ومبابي بلمسه واحده يخرج فينيسيوس وحده امام المرمى. فينيسيوس يجيب ركله جزاء صحيحه ريال مدريد عن طريق جمله تكتيكيه خلت ريال مدريد يجيب الهدف، يعمل اول فوز ليه في دوري الابطال من اول مباراه. صدقني يا صحيبي مازالت قداه اللقطه تكتيكيه لتشابي الونسو، المستوى التكتيكي تاع ريال مدريد في مستوى تصاعدي، ما تخليش ركاب تراند ياثروا عليك لا ياثروا على رايك الكروي، ما تنساش تلاقيهم من تحت بين لهم المستوى التكتيكي تاع ريال مدريد. اذا كان ما قنعوكش هاد اللقطات التكتيكيه عادي قول لي تحت في الكومنتار نعاود نهبط لك جزء واحد اخر نزيد نقنعك مليح بلي ريال مدريد في مستوى تصاعدي. ما تنساش صلي على محمد وزعما